مساء الفل، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. من مطبخ ميرو بقى النهارده هنعمل القلقاس باللحمه. هنعمل اللحمه والشوربه والقلقاس، وجبه كده متكامله. القلقاس من اكلات الشتاء، وكمان معاه طبق شوربه رهيب. نركز بقى مع بعض ونشوف المكونات والطريقه هنعمله ازاي. الأول كده هنشوف مع بعض اللحمة ومكوناتها. معايا كيلو لحمة متقطع، ومعايا جزر وبصل وكرفس وفصين توم، ومعايا كمان ورق لورا، ومعايا 4 فصوص من الحبهان، ومعايا بستكة، ومعايا معلقة فلفل اسود، معايا رشة صغيرة من الحبهان البودر، ومعايا كمان نص معلقة من السكر، ومكعب مرق خضار. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل اللحمة ازاي. في حلة على النار نزلت معلقتين سمنة فيهم فصين بستكة، وهنزل بقى باللحمة بتاعتي كلها تاخد صدمة كده على نار عالية. أول ما تاخد لون من ناحية هبتدي أقلبها على الناحية التانية، وأفضل أشوح فيها كده لحد ما تاخد لون من جميع الجهات. الطريقة دي بتخلي اللحمة تحتفظ بالمية بتاعتها وما تنشفش وتديها طعم حلو. هنزل بقى بالحبهان والورق اللورا وكمان الفلفل والسكر ورشة الحبهان البودر، وأقلب كل ده مع بعضه تقليبة كده. أقلبها كويس، وبعدين أنزل بقى بالخضار، الجزر والبصل والكرفس وفصين التوم، وبرضو أقلبه مع الخضار كده تقليبتين كده حلوين. وأكون مجهزة عندي مكعب المرق، هكسره كده وانزل بيه على اللحم. يبقى عندي هنا مية مغلية هنزل بيها على اللحمة لحد ما اغطي كل اللحمة عندي، واقلبها كويس واغطيها بقى واسيبها تستوي. هنا اللحمة عندي تقريبا كده خدت 3/4 تسوية. هبتدي بقى اطلعها من الشوربة. عايزة اقول لكم ريحة الشوربة قلب البيت. بجد طريقتها رهيبة وجربوها. نيجي بقى للقلقاس ونشوف هنعمله ازاي. انا معايا هنا قلقاس انا مقطعاه مكعبات كده، حجم متوسط، لا صغير ولا كبير. الحجم ده كويس جدا. انا مقطعاه على فوطة نضيفة ومنشفاه كويس وعصر عليه ليمون كتير. انا القلقاس بتاعي هنا مش غسلاه، انا منشفاه بالفوطة وعصر عليه ليمون كتير. ومعايا هنا حزمة من السلق، انا واخدة الورق بس، مش واخدة الساق، يعني الاوراق بس بتاعته هي اللي مقطعاها واخداها. دي حزمة غسلاها ومنشفاها كويس. ومعايا كمان حزمة من الكزبرة الخضراء غسلاها ومنضفاها وبرضو واخدة الورق بتاعها بس. ومعايا كمان نص راس من التوم كده متفصصة، ومعايا معلقة كزبرة ونص معلقة من الكمون. في الخلاط بقى هجيبه وانزل بورق السلق وعليه ورق الكزبرة الخضراء، وعندي هنا هضغطه كويس كده في الخلاط عشان يدور كويس. هنزل عليه بنص كوباية المية واضربه كده واجيب مصفى وانزل فيها كل الخليط ده. هصفيه بقى من المية بتاعته كويس جدا. انا عايزة الخضار اللي عندي هنا يبقى ناشف خالص مفهوش مية. هنزل كل المية الموجودة فيه واركنه بقى. دلوقتي نرجع للحمة. هنا اللحمة انا صفيت الشوربة كويس من كل الخضار اللي فيها ورجعت اللحمة فيها تاني. هنزل بقى بالقلقاس على اللحمة عشان يكمل تسوية مع اللحمة. انا اللحمة عندي 3/4 تسوية، ما سويتهاش للاخر. هسيبه بقى مع بعضه كده يستوي. هنا اللحمة
استوت تماما. والقلقاس هنا بصي، دي النتيجة الكويسة جدا، تسويته كده كويسة. ما تسويش القلقاس جامد عشان ما يتهريش منك، خليه كده ماسك نفسه شوية. خلاص كده اللحمة استوت والقلقاس كمان استوى. هنا بقى عندي المية بتاعة الخضرة اللي انا صفيتها، هنزل بيها على الشوربة واقلبها بقى مع الشوربة. لونها فظيع جدا. في طاسة تانية بقى جنبي هحط معلقة سمنة بلدي على معلقة زبدة واسيحهم مع بعض. معلقة السمنة البلدي دي بتديله طعم رهيب. اول ما يسيحوا كده مع بعض هنزل بالثوم، دي النص راس توم اللي انا قلت عليها في الاول، فرمتها ناعم جدا. هديله تشويحة كده. اول ما ريحة الثوم تطلع هنزل بالبهارات اللي هي معلقة كزبرة ناشفة ونص معلقة من الكمون، بس كده. وانزل بقى بالخضار اللي انا صفيته كويس من المية، هديله تشويحة كده مع الثوم مع البهارات. حاول اخليه ينشف خالص، ميبقاش فيه مية. انا مش عايزة لونه يغمق، انا بس هفضل اديله تقليبة كده لحد ما ينشف خالص، ميبقاش فيه مية. تمام كده. كده الخضار جهز، نشف خالص من المية. هنزل بيه على القلقاس والشوربة، وبعد ما اعمل الخطوة ديت مش هغطيه تاني بقى عشان لونه ما يغمقش معاكي او يسود. ما تغطيش الحلة تاني بعد ما تحطي الثوم والخضار عليه. كده تمام، يدوبك يغلي غلوة بسيطة وهطفي عليه من غير ما تغطيه يا جماعة. خلاص هنا احنا خلصنا، مخدناش وقت كتير. القلقاس بقى جاهز، وده طبق شوربة احنا شلناه قبل ما نضيف القلقاس للشوربة. وقدمت معاه هنا طبق رز شعرية، وجبة متكاملة يعني، طعمه جميل جدا. الشوربة كمان طعمها رهيب وريحتها كمان فظيعة. لونه هنا كمان اخضر محتفظ بلونه مش غامق، عشان مغطيناش الحلة بعد ما ضفنا الطشة. دي خطوة مهمة جدا تاخدي بالك منها. واللحمة كمان استوت جدا. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. جربي الوصفة وقولي لي على رأيك في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد من مطبخ ميرو. باي باي.